ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بيطمنك وبيقول لك ما تخافش وما تقلقش. لو انت مصمم تقلق تبقى انت اللي غاوي بقى تعكنن على نفسك بصراحة يعني. وفي الحلقة دي انا ناوي اخدك معايا في رحلة جميلة قوي. هنفتح مع بعضينا صندوق البريد الالهي بتاعنا ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا ايه. السلام عليكم. في نكتة بحبها قوي بتقول لك ايه: واحد كان رايح يزور اخته وبعدين وهو قاعد معاها قال لها والله انا كان نفسي اجيب لك معايا موز ومانجا وفراوله وطبق حلويات مشكل. قالت له يا اخويا وليه تكلف نفسك كده؟ قال لها يا ستي خلي العيال تاكل وتنبسط. الظريف بقى في النكتة دي انها بتنتمي لمنطق الوهم والايحاء، يعني لا هو جاب حاجة ولا العيال كانت حاجة، بس الكل طالع من النكتة مبسوط. النكتة دي بقى بتفكرني بنفسي ساعات كتير وانا قاعد بفكر وقلقان من حاجات حاسس انها هتحصل، وبعد شوية الافكار تزيد قوي وابتدي افكر في حلول للمشاكل اللي لسه ما حصلتش، وبعد شوية احس ان الحلول اللي فكرت فيها ما تنفعش، فابتدي بقى تفكير من الاول في حلول جديدة، وعلى اخر اليوم بعد ما يجيلي بقى صداع من كتر التفكير اكتشف ان كل المشاكل اللي استهلكت وقتي ونفسيتي فيها مفيش حاجة منها اصلا حصلت. انت عارف ان القلق حرامي دخلنا حياتنا بايدينا وسيبناه يسرق احلى ما فيها. يعني تعالى نلعب مع بعض لعبة صغيرة كده، مش على فلوس، لا ما تقلقش، مش هدفعك حاجة. امسك ورقة وقلم كده واكتب الحاجات اللي قلقت منها امبارح. مراتي رنت عليا وانا في الشغل 3 مرات وهي متعودة ترن 2.5 مرات. يا ترى حصل ايه؟ اكيد الواد تعب تاني، ولا يمكن ضيعت نسخة المفتاح بتاعها وكانت بتكلمني عشان مش عارفة تخرج من الشقة. مديري ميل على ودني وقال لي شكلك هتوحشني. هو قصده ايه؟ هيرفدني ولا هينقلني ولا ايه؟ نتيجة التحاليل هتطلع النهاردة وانا خايف قوي اطلع ما عنديش حاجة، ده انا دافع 2400 جنيه في التحاليل دي، هيقعوا كده على الارض؟ شوف بقى انت كل فكرة من دول سرقت من يومك كام دقيقة. شوف الوقت اللي قضيته وانت قلقان ودماغك مشغولة وحزين على حاجة لسه ما حصلتش. السؤال الأهم بقى، شوف كام حاجة من دول حصلت أصلا. دي لعبة الشيطان معانا كلنا، هو عايزنا خايفين وقلقانين طول الوقت، عايزنا محبطين وزعلانين حتى لو مفيش سبب مقنع لده. وعموما حتى لو في سبب فأنا برضو مؤمن إنه مش سبب مقنع علشان تقلق أو تخاف أو تحزن. والكلام ده بقوله ليك ولنفسي. مين فينا مش تعبان من التفكير في المستقبل والشغل وبكرة وبعد بكرة وسعر كيلو البانيه؟ ما كلنا عندنا قلق، بس بذمتك ده ينفع؟ الشيخ الشعراوي قال لا يخاف من له أب، فكيف